مباراة حاسمة تنتظر المنتخب المغربي في ثمن نهائي كأس إفريقيا، حيث يواجه أسود الأطلس منتخب تنزانيا في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، عنوانه العبور إلى ربع النهائي ومواصلة الحلم القاري. المنتخب المغربي يدخل هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في تأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، مستفيدا من خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية ومن الدعم الجماهيري المنتظر بقوة في مدرجات ملعب مولاي عبد الله. اللاعبون يدركون جيدا أن أي خطأ قد يكلفهم الكثير، لذلك سيكون التركيز والانضباط مفتاح الفوز في هذه المباراة. في المقابل، منتخب تنزانيا يصل إلى هذا الدور بطموح كبير ورغبة في صنع المفاجأة، ما يجعل المواجهة صعبة وتتطلب من المنتخب المغربي تقديم أفضل ما لديه سواء على المستوى الفني أو الذهني. المباراة ستقام يوم الأحد 4 يناير على الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب فوق أرضية ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، وسيتم نقل اللقاء مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت إضافة إلى القناة الرياضية المغربية الأرضية. فهل ينجح أسود الأطلس في حسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار نحو اللقب؟ هذا ما سنكتشفه في هذه المواجهة الحاسمة